السلام عليكم احبائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا طريقه عمل الخفيفي. طلبوه من عندي ويدللون. طلبوه من عندي طبعا تمر حشي وحلقوم. عندي هاي نص كيلو الحلقوم، نص كيلو تمر، ضيفت له ملعقه دهن حر، وحبة الحلوة ملعقة الشاي، وهيل ملعقة الشاي، وسمسم. عندي كيلو طحين ناخل تاني، ملعقة أكل حبة الحلوة، ملعقة أكل هيل، ملعقة الشاي صغيرة ملح، نص كوب حليب باودر، بيضتين. عندي قالب الزبد وكم باودر، وراح نضيف له دهن جنة. الكيلو نص كيلو يصير له دهن، وزبد تضيفوا له 3 قوالب. نبدأ طريقة العمل. راح نضيف الحليب، طبعا نوع الزبد اي نوع تضيفونه يجيكم انتو. هذا كوب، هذا النص، يصير عندنا بالضبط نص كيلو على الكيلو الطحين. عشان صار نضغط هيك بايدينا نصير عندنا العجينة هشة. راح نضيف هسه نضيف البيكنج باودر، ونضيف المي بالتدريج، ما يصير نضيف المي رأسا، خاطر نشوف قد تحتاج مي، ونعجن. هضيف لها طبعا نوعية الطحين تعرفون انا استخدم بس الفاخر الكويتي، احسن نوعية للمعجنات. راح اضيف الهيل، حبة الحلوة، واضيف رشة الملح، واعجن. طبعا ضروري هاي الحركة نسويها للعجينة، ما نعجن بس نلم العجينة. راح تصير عندنا هشة، شوف شلون صارت، ونشوفها لا يعني مثل شوية صارت قاسية، نقدر نضيف لها مي يعني عادي. شوف هسه بدأت تجهز عدة لم، صارت العجينة جاهزة عندنا. طبعا راح احنا نريحها 10 دقايق. اخذت 3/4 الكوب مي، باعش قد بقى. هسه نريحها العجينة 10 دقايق. هسه نشكلها. شوف الكمية تاخذوها على قد القالب. هذا القالب هو خاص الخفيفي، وهاي النوعية الثانية، هاي شوية أكبر، هاي أصغر. هاي عندي التمر، ألم العجينة، اضغط عليها. طبعا التشكيل لازم يصير نفس المستوى، على وحدة خفيفة ووحدة شوية متينة، يعني راح تستوي الخفيفة قبل هاي، لازم ننتبه. شلون صارت؟ ناخذ هاي نفس الطريقة بالضبط، نفس التمر، خليها بالقالب، نضغط عليها. شوف شلون تصير، شقد حلوة، تبين طبعا هاي شكلها ان التمر تتميز. وهاي بلا تمر سهلة بقى شلون تصير العجينة هشة. شوف شلون العجينة. هسه اشكلها
وارجع لكم. كملت تشكيلها. هاي عندي صفار وملعقتين حليب صفار البيض. طبعا انا راح اضيف عليها حبة البركة وشوية سمسم بس على ام التمر. طبعا انا بديت اشكل حمية الفرن بس الاسفل على درجة الحرارة 200 يستوي عندنا الاسفل وبعدين نشغل الاعلى. نخليها بالفرن. ما شاء الله صارت كمية هواية وشوفوا شكلها ايش قد حلو. طبعا هاي ام التمر باع شكلها شلون حلو. شوفوا ما شاء الله شوفوا شلون هشة رهيبة. ويا استكانة شاي. إن شاء الله تعجبكم وسووها وتكتبونا بالتعليقات، والتقيكم وصفة أخرى وتحياتي لكم.